السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ طبعا الفيديو ده هعرفك التفاصيل هنبدا ازاي وهنعمل ايه. طيب طبعا هنبدا مع دفعه 2026. في البدايه خالص حابب اعرفك ان انت لو فاكر نظام البكالوريا هيطبق عليك، فلا، هو هيطبق على اولى ثانوي اللي داخلين، فما تشغلش نفسك بيهم دلوقتي. يعني المفروض على حسب لو القرارات ما اتغيرتش يعني في الاحياء عندك مش تتلغي. انا عارف ان انت سمعت عن الالغاء والكلام ده كله، نظام بكالوريا ومش عليك. طيب الى الان المنهج بتاع 2025 اللي هو كان نزل فيه بعد التعديلات ساعتها هو مش هيتغير بنسبة كبيرة، مش هيتغير. بس في نفس الوقت أنا مش هسجل الداتا دلوقتي إلى حين نشوف إيه اللي هيحصل في كتاب المدرسة، هل هينزل تعديلات جديدة أو لا. طيب هنبدأ إزاي وهنعمل إيه؟ طبعا الفيديوهات الأساسية هيكون 3 فيديوهات، هو أقل حاجة خالص لو لقينا الدرس صغير فهنخلصه في فيديو واحد، بس الأساسي هيكون في فيديو شرح وفيديو حل. فيديوهات الشرح في الغالب هتكون سبت وتلات، دي أيام ثابتة، السبت والتلات شرح، ويوم الجمعة هيكون للحل. طيب بدايتنا امتى؟ بدايتنا يوم 2/8. 2/8 ده يوم السبت، هتكون بداية شرح جزء بسيط كده في الايه في المنهج اللي هو بيتكلم عن الدعامة في النبات يعني. طيب بعد كده عايز اعرفك تفاصيل المنهج. المنهج بيتكلم عن ايه؟ المنهج متقسم عندك اجزاء، 7 فصول في كتاب المدرسة. طيب عندك دعامة وحركة، هيقول لك الدعامة في النبات والإنسان والحركة وهكذا. في النبات والإنسان عندك هرمونات، عارفك الهرمونات النباتية والحيوانية، عندك تكاثر في النباتات وفي الكائنات الحية عموما والإنسان. طيب عندك مناعة برضو، ازاي يقول لك الميكروبات لما دخلت جسمك أو دخلت النبات ازاي النبات بيهاجمها وازاي جسمك برضو بيهاجمها، فأنت عندك مناعة في النبات والإنسان. طيب بيولوجيا جزيئية هيكلمك عن الدي ان ايه والار ان ايه والوراثة وغيره. طيب الجيولوجيا، جزء الجيولوجيا اللي اتضاف حديثا هو فصل واحد، الفصل السابع يعني، ولكن هم متقسمين 3 أجزاء يعني، مادة الأرض والتركيب الجيولوجية وطبعا المعادن والصخور. والمحاضرة التأسيسية هتنزل طبعا خلال الأيام الجاية. طيب ما تنساش تابعنا على جروب التليجرام عشان هو اللي بينزل عليه التفاصيل أول بأول. طيب هنمشي ازاي؟ هنمشي إن عندك 3 فيديوهات في الأسبوع، ومعاك حل وشرح وامتحانات شاملة بتنزل على جروب التليجرام. طيب تعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انت في الغالب هتسمع الفيديو ده يوم 14/7 اعتقد، على حسب ما يعني المونتير الحمد لله يعني السنه دي شغال معانا كويس، يا رب ما حد يحسده بس. طيب فاحنا هنعمل ايه او انت تعمل ايه في الاجازه؟ خد الاسبوعين اجازه ريح فيهم، وابقى اسمع المحاضره التاسيسيه بعدين، ممكن تسمعها في اول 8 او اواخر 7 كده، واستمتع باجازتك يعني. طيب وبالنسبه لشرح 2025 انا ما بمسحش اي فيديوهات من عندي، وهتلاقي برضو البلاي ليست موجوده اللي هي شرح 2025، ولكن ما انصحكش تسمعها. ليه ما انصحكش تسمعها؟ عشان ما تستعجلش. يعني انا كده هنزل لك الداتا المحدثه اللي هي بتاعت 2026 بتاعت السنه بتاعتك، فانت هتسمع الفيديو، تسمع الشرح السبت والتلات، وتسمع عليه الحل الجمعه، فانت مش محتاج اي حاجه تاني. فبلاش الفضول اللي عندك اللي هو حب التطلع والكلام ده، عشان هيسوحك حرفيا. انت لو مشيت منتظم من اول السنه هتيجي على اخر لما توصل الامتحانات هتكون تمام والدنيا معاك زي الفل، لانه هو ماراثون. فانت ما تحاولش تشوف اي فيديو مجمع او الكلام من ده عشان تشوف المنهج بيتكلم عن ايه وانت اصلا ما تعرفش حاجه، يعني مفيش حاجه تثبت في دماغك. تمام؟ طيب انتظر خلال الايام الجايه هننزل محاضره اساسيه. المحاضره الاساسيه دي هتفيدك لو انت كنت بتذاكر في اولى وثانيه، لان هرجع لك على نقط معينه هتحتاجها في ثالثه. ولو ما كنتش بتذاكر في اولى وثانيه برضو، انا عارف ان الاحياء اتلغت عندهم وعملوا علوم متكامله، ولكن انت لو دفعه 26 بتسمعني فهتكون درست احياء في اولى وثانيه، هو ما اتطبقش عليك ساعتها. طيب فهرجع لك على بعض النقط، ولو ما كنتش مذاكرها مفيش مشكله، هرجع لك عليها تاني عشان هتحتاجها في ثالثه باذن الله. وبس متنساش تنضم لجروب التليجرام، هسيب لك اللينك في اول تعليق او في الديسكريبشن، مش تفرق يعني. كان معكم مصطفى والله، سلام عليكم.